معنى الأصل في اللغة بمعنى ما يبنى عليه الشيء، والدين المراد من مفرد الدين هو الجزاء كما استعملت في القرآن الكريم مالك يوم الدين. فعندما نقول أصل من أصول الدين، أصول الدين يعني الأمور التي يجازى عليها الإنسان والتي يبنى عليها غيرها. فعندما نقول أن الإمامة هي أصل من أصول الدين، مرادنا من هذا المصطلح أن الاعتقاد بالإمامة واجب، وأن الإنسان في يوم القيامة يحاسب على هذا الاعتقاد. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الإمامة كما ذكروا تقوم عليها بقية المعارف الدينية، الأصل الديني. فنحن عندما نعتقد بإمامة أهل البيت، الفقه وما سوى الفقه يبنى على هذا الاعتقاد، فمن هنا عبروا عن الإمامة بأنها أصل من أصول الدين. هذا هو المعنى. نعم. هل يلزم من كون الشيء أصل أن منكره كافر؟ الجواب لا، لم يقل الشيعة هذا، بل بالعكس دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أنه منكر الإمامة. قبل أيام جرت مداخلة بين سماحة الشيخ أحمد سلمان الأحمدي وأحد دعاة الوهابية في قناة من قنواتهم حول موضوع أصل الإمامة وحكم منكرها. فأثبت سماحة الشيخ أن هنالك من علماء أهل السنة من قال بأن إمامة أبي بكر من أصول الدين، ولكن الوهابي أنكر هذا الكلام مباشرة وادعى أن هذا اختراع من الشيخ، مما يكشف عن جهل الوهابي وحماقته وعناده. الصحابة الذين بايعوا هؤلاء وقدموهم لخلافة المسلمين. أما شأن موضوع الخلافة أصل من أصول الدين عند أهل السنة والجماعة، هذا اختراع لأول مرة أسمع به اليوم في سنة 2017 من الشيخ أحمد سلمان. ما كنتش أتوقع أن يصدر منه هذا الكلام، وطبعا مشاهدينا الكرام أنكر ورد الكلام دون أي مراجعة وتحقق، مما يكشف عن جهله بما في كتبه. والآن مع الأدلة التي أوردها عليه الشيخ. جاوبني من قال بهذا القول. مفيش حاجة أستاذ أحمد، الاتفاق كان واضح يا شيخ أحمد. قلت لك في وقت من حقي أن أطرح عليك السؤال وتجيب. من الذي قال إن إمامة أبي بكر وعمر وعثمان أصل من أصول الدين السني؟ اتفضل. ولا يهمك عزيزي، أبشر من عيوني، أنت تامر أمر. خذ عندك، سجل عندك اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. اقرأ ماذا قال. ينقل عن ابن أبي حاتم الرازي. اقرأ. اسمعني للنهاية. ينقل عن ابن أبي حاتم الرازي قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، فأجاب بجواب مطول قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها. اقرأ الجواب المطول أستاذ أحمد. شيخ أحمد لا تقاطع وقتي فضلا. اقرأ الكلام من البداية إلى النهاية فضلا. أنا في وقت بديك الوقت. من البداية إلى النهاية فضل. فقط ما تقولش في جواب مطول، اقرأ النص كامل. سأقرأ الكلام ولا يهمك. زين. ابن أبي حاتم الرازي يقول: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، فقال: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه السلام أبو بكر الصديق ثم عمر. يقول: وهم الخلفاء الراشدون المهديون. يعني الاعتقاد بأنهم خلفاء هو من أصول الدين عند أهل السنة والجماعة. خلاص فضلا. هذا واحد. فضلا بس خلاص فضلا. حياكم الله وبياكم. أولا أكمل النصوص التي لا معك 3 دقائق. تريد تكمل النصوص؟ تفضل، معك 3 دقائق. نعم. ابن تيمية في العقيدة الواسطية وهو كتاب عقائدي قال: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند الجمهور، إلى أن يقول:
لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف هي مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر أسماء الخلفاء، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. أكرر، ابن تيمية يرى أنها من الأصول، ولذلك المعلق أو الشارح أيضا وافقه على هذا الهراس. كمل كلام ابن تيمية، كمل اتفضل. لا يوجد كتاب سني موجود في العقيدة لم يتعرض إلى مسألة إمامة أبي بكر وعمر. أذكر كتاب مضافا على ذلك ما ورد في كتاب إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء للدهلوي في صفحة 79 قال: ونشأت في قلوب معظم أهل هذه المنطقة شكوك وشبهات حول إثبات خلافة الخلفاء الراشدين، والواقع أن نور التوفيق الإلهي ألقى في روع هذا العبد الضعيف علما فيه كل بسط وتفصيل، علم به علم اليقين أن إثبات خلافة هؤلاء الخلفاء أصل من أصول الدين، مع أنه تناقض فيما بعد، واعترف أن المقصود من الإمامة أنها من أصول الدين هي الرئاسة السياسية، وهذا إقرار واضح منه. أولا، عندما يتحدث مثل المواردي أو غيره عن أن الإمامة أصل من أصول الدين، ليس بالمفهوم الذي تفهمه الشيعة بأنها أصل منكرها كافر أو بهذه الأمور التي أنت تعتقدها. إذا رجعت زي ما قال ابن تيمية، من أهم واجبات الدين أو من أعظم واجبات الدين بأن قيادة أمر المسلمين من أعظم واجبات الدين، أم إنها أصل يكفر منكرها، وإن هناك نص على أبي بكر وعمر وعثمان كما تقول الشيعة. كما أن هنالك أمر مهم، وهو أن هذا الوهابي الجاهل ادعى في البداية أن منكر إمامة أبي بكر كافر، وعن الزكاة وعن أحكام الدين الإسلامي كلها، تمام. ثم بعد ذلك تحدث في شأن الخلفاء الراشدين، وإن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وحكم منكر هذه الخلافة وحكم منكرها عند أهل السنة والجماعة، إذا كان جاهلا يقول عنه جاهل، وإذا كان كارها لأبي بكر وعمر وعثمان في هذا الشأن يكفر. لماذا؟ لأنه خالف القرآن الكريم وخالف إجماع جمهور الصحابة في تنصيب هؤلاء. فطعنوا في خلافة أبي بكر أو طعنوا في خلافة عمر أو طعنوا في خلافة عثمان أو طعنوا في خلافة علي هو تكذيب لجمهور الصحابة الذين بايعوا هؤلاء وقدموهم لخلافة المسلمين. أما شأن موضوع الخلافة أصل من أصول الدين، مع أنه تناقض فيما بعد وقال إننا لا نكفر من ينكر إمامة أبي بكر. السلف الصالح عن الرسول عن رب العزة سبحانه وتعالى. وهناك أيضا من يقول أيضا متشدد في موضوع إن من أنكر بس خلافة أبو بكر هو كافر، ولكن نقول أخطأ في هذا القول. لماذا؟ لأن هناك ضوابط لتكفير المعين كما سبق الدليل. تفضل معنا أبو أحمد. تناقض وتهافت واضح. والآن مع ما أورده الشيخ أحمد من أدلة حول كفر من أنكر خلافة أبي بكر. أولا، واضح في التقديم ذكرت أننا سنتحدث عن معنى أن الإمامة من أصول الدين، وأنت اتهمت الشيعة بهذا الاختراع. أنا بينت معنى الإمامة كونها من أصول الدين، أي أنها واجبة الاعتقاد، ثم أجبتك جواب نقضي أنكم تعتقدون بوجوب الاعتقاد بإمامة أبي بكر وعمر، وجئت بالأدلة ولم ترد عليها، ذهبت شرقت وغربت ولم ترد عليها، بل أنا ترقيت في الإشكال، قلت أنكم تعتقدون بكفر منكرها، وأتحداك أن ترد على مصدر من هذه المصادر. سجل عندك القرطبي المفسر المعروف في كتابه في تفسيره قال: وقد جاءت في السنة أحاديث صحيحة يدل ظاهرها على أنه الخليفة بعده، وقد انعقد الإجماع على ذلك ولم يبق منهم مخالف،
والقادح في خلافته مقطوع بخطئه وتفسيقه، وهل يكفر أم لا يختلف فيه، والأظهر تكفيره. أعيد أيها المشاهد، والأظهر تكفيره. أيضا ابن نجيم المصري الحنفي، طبعا القرطبي مالكي المذهب، ابن نجيم المصري حنفي المذهب، يقول: والرافضي إن فضل عليا على غيره فهو مبتدع، وإن أنكر خلافة الصديق فهو كافر. سؤالي: إن لم تكن هذه خلافة أبو بكر أصلا من أصول الدين، لماذا تكفرون المخالف فيها؟ عندي أكثر من 10 نصوص، لكن لكي لا أثقل عليك رأفة بك. جاء في كتاب مجموعة رسائل ابن عابدين في الصفحة 359 قال: ومن أنكر خلافة أبي بكر فهو كافر في الصحيح، ومنكر خلافة عمر كافر في الأصح. أشكل الوهابي على الشيخ وقال: إن كانت الإمامة من أصول الدين فلم لم يتطرق لها القرآن ولم يذكرها؟ فأجاب الشيخ عن ذلك بقوله: أولا، ليس من حقك أن تفرض علي ما الشيء الذي أستدل به. القرآن حجة والسنة حجة، بل نثبت العقائد كما نثبتها من القرآن نثبتها من السنة، لا فرق. وورد عندكم كما يقول البربهاري في السنة: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. لكن أنا لا أتهمك بالزندقة ولن أقوم من عندك، سأكمل معك. مضافا على ذلك ما صرح به أحد شيوخ الوهابية عندما سألوه لماذا لم يذكر القرآن قضية الدجال، فأجاب: يقول: لماذا الأعور الدجال لم يذكر في القرآن مع أنه أكبر فتنة؟ أولا لابد أن نتعلم أن نصيغ السؤال صياغة صحيحة. لا يجوز لنا أن نقول لماذا الله فعل كذا، لماذا الله لم يفعل كذا، لأن الله جل وعلا يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن الأدب مع الله جل وعلا أن لا نقول لماذا الله قال كذا، لماذا الله أمر بكذا، لماذا الله لا، وإنما تكون صيغة السؤال من الحكمة، نسأل الحكمة، لأن لماذا كأن فيه نوع من الاعتراض على الله تبارك وتعالى. لذلك من الأدب مع الله تبارك وتعالى لا نقول لماذا الله فعل كذا أو الله أمر كذا، وإنما نقول ما الحكمة التي من أجلها كذا. هكذا يكون صيغة السؤال إن شاء الله تعالى. أما ملك الموت الدجال لم يذكر في القرآن فهذا حق، وذكر في السنة القول أنه أكبر فتنة، وإن كان أكبر فتنة يعني ولم يذكر في القرآن، ذكر في القرآن والسنة سواء عندنا، يعني من حيث التشريع. والله تبارك وتعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا يلزم أن لا نقبل شيئا إلا إذا كان في القرآن الكريم. والآن بعد أن كشف الشيخ جهله وحماقته قدم له نصيحة في آخر الحلقة، فلنشاهد ما هي. من أستاذ أشرف، أنا جاهز ومتفرغ تماما لكم، فقط أنت أهم شيء في الحلقة الجاية جيب معك مصادر مكتبة أهل البيت أو المكتبة الشاملة، بحيث لما طيب يا شيخ أحمد وقتك انتهى. شيخ أحمد وقتك انتهى. تتهمني بالتدليس، صبرك وقتك انتهى. تتهمني ولكن قبل بس ما تخرج خليك معايا دقيقة واحدة على فأي واحد الاتصال، ينتبه إلى أنك خارج. وأخيرا عندما علم أنه فضح وكشف جهله المفضوح وتناقضه البين أمام الجميع، أراد أن يستر على فضيحته، فهل تعلمون ماذا فعل؟
جاء هذا الوهابي فبتر واقتطع لقطات من الحلقة فيها كلام مهم جدا عندما نشرها في اليوتيوب على قناته. فلو تلاحظون الآن على الشاشة مدة الحلقة 38 دقيقة، وما بعدها لا يوجد شيء. ونحن بحمد الله تعالى بعد مراجعتنا للتسجيل الكامل المتوفر بين أيدينا وجدنا هذه الحقيقة، حيث اقتطع المقاطع التي اعترف فيها أن الإمامة من أصول الدين، والمقاطع التي كشف فيها تناقضه. ولكن هيهات، فنحن له ولغيره من الوهابية بالمرصاد.